اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده هنعمل مع بعض الفطار. هنعمل محشي. طبعا كل بيت مصري اساس المحشي في اول يوم. دلوقتي انا معايا انا طبعا عملت السمنه، حطيت معلقتين سمنه على معلقتين زيت. زيت من اللي هو بتاع الاكل الذره يعني، او اي نوع زيت عندك متوفر. وحطيت الصلصه بتاعتي على طول. انا مش هحط البصلايه الاول، احنا نعملها ني في ني عشان الصيام وكده، وعشان برضو البرد اللي احنا فيه. زي ما انتم شايفين معايا هنا الطماطم، حاطه فيها البصل، خليت شويه طماطم حطيت فيها البصل وضربتها في الخلاط. يعني البصل على الطماطم. هنبدا ننزل بكميه الطماطم بتاعتنا اهو. طبعا بقى احط هنا شويه ميه صغيرين واحطهم في الحله بتاعتي. زي ما انتم شايفين هتبدا الصلصه بتاعتي ان هي تتسبك. وطبعا هنحتاج ان احنا نحط عليها صلصه معلبات، لان لونها بات، فاحنا عايزين لونها يبقى احمر شويه زي ما انتم شايفين. تمام كده. طبعا النهارده هنعمل مع بعض محشي ورق عنب وهنعمل محشي كروم. على ما الصلصه بتاعتنا تتسبك باذن الله، عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى زي ما انتم شايفين حاطين ميه، حله كده فيها ميه بتغلي على النار. هنسلق ورق العنب. مش هنسلقه سليق كامل، بس هنحط شويه. انا جايبه ورق العنب اللي هو الجاهز ده. ده النوع ده كويس جدا على فكره. ده بيبقى شكله اهو في اطباق كده. ده بيبقى نص كيلو، نص او ربع، لا ربع كيلو اهو. هاخده هشممه بس الميه المغليه عشان الماده الحافظه اللي بتبقى فيه. زي ما انتم شايفين كده. انا معايا طبقين منه، الطبق التاني اهو. تمام كده. عايزه تحطي نص ليمونه فيه مفيش مشكله، عايزه تحطي شويه زيت برضو مفيش مشكله. لو ما حطيتيش برضو تمام مفيش مشكله. احنا كده كده بنحط شرايح ليمون كده او دبس رمان عشان المزازه بتاعه ورق العنب تبان في الاكل وكده اهو. زي ما انتم شايفين. شوفوا اصلا اللون الميه بقى عامل ازاي. بصوا اهو. برضو هديله تقلبتين كده وهطلعه. وبرضو هعمل في الطبق التاني اللي معايا. والصلصه بتاعتنا اهيت تتسبك. خلي كذا عين في العيون كلها شغاله بتاعتك، ما تعمليش حاجه وتستني ومش عارف ايه. وبرده دلوقتي هنشوف احنا بنشوح الفراخ مع بعضنا برده وبنسلقها مع بعضنا. تمام كده. او نقلبها كمان تقليبه وهنطلعها. يلا بينا. يلا بقى حط اللايك بتاعك واشتراكك في القناه عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. يا حبايبي زي ما انتم شايفين الصلصه اتسبكت معايا اهي. طبعا انا لو احتجت صلصه معلبات هحط. معايا بقى البهارات بتاعتي 3 قوالب من مرق الدجاج، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره ملح. الملح برضو هنشوفه. معايا هنا جوز الطيب، معايا هنا شويه سكر عشان الحموض. وحطيت التوابل بتاعتي ونقلب. وبعد كده هنحط الرز بتاعنا. طبعا احنا غسلين الرز بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. دي كميه الرز بتاعتنا. وبرضو ايدينا في الصلصه هنا اهو بنقلب. هنحط الرز بتاعنا ونشوحه كويس. والخضره برضو اهي غسلينها ومنشفينها. ودي الفراخ لسه هنعملها مع بعض. وده ورق العنب. بصوا بقى الورق العنب الميه بتاعته بتبقى متغيره عشان طبعا بيبقى فيها ماده حافظه. ماشي. ده ورق العنب بتاعك ما بيجرالوش اي حاجه. وسليم الورقه بورقه بتحطيه في ميه برضو لحد ما تحسي ان الميه راقب بتاعته، تقومي جايه مصفياه وبتبداي تحشي طبيعي خالص. هنا بقى هنبدا نحط الرز والخضره ونشوف هنعمل ايه، هنحشي ايه مع بعض. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين الخلطه بتاعتنا اهي. ده شكلها. حطينا الخضره وشوحنا الرز كويس وشوفنا الملح بتاعنا. ومعايا هنا بنبتدي بالكرنب. الكرنب ده احنا كنا مخزنينه. بتفرشي كده الورقه الخضراء عندك في الارضيه بتاعه الحله، او ممكن تحطي بصل وطماطم زي ما انت حابه. ومعاكي هنا او خضره. معاكي هنا بقى ورق عاملين كده ورق الكرنب عشان يبقى مفرود معانا بسهوله. وبنلف كده حسب الصابع. عايزه تصغري الصابع عن كده مفيش مشكله. بتاخدي الورقه، لسه اول مره يخش المطبخ، بتاخدي الورقه وتحطي شويه رز صغيرين وتبداي تلفي وتدمجي الورقه بالراحه اهو.
هخلص بقى كميه المحشي اللي معايا وارجع لكم برده وانا بحشي ورق العنب. بقى حبايبي زي ما انتم شايفين حطينا ميه تتغلي كده، تغلي ميه وبصلتين ورق لوري وحبهان وشويه كمون عشان نحط الفراخ فيها. طبعا بنحط الرجول الاول، رجول الفراخ طبعا عشان الاطفال بيحبوها. ومعايا هنا فرخه، بسم الله. ومعايا هنا الفرخه التانية. بس كده هنخلي بقى الفراخ اول ما تغلي نشيل الريم اللي على الوش، وبعد كده نهدي عليها عشان تستوي براحتها. كده بقى زي ما انتم شايفين حشينا الورق العنب اهو، كميه معانا ما شاء الله وكرنب. هنبدا نزود المحشي بتاعنا. بصوا المحشي الكرنب اول صفه فيه ما تبقاش طايلها شوربه. تمام، تبداي بقى ترجي الحله كده والشوربه بتاعتك تكون بتغلي عشان تغلي معاكي حله المحشي تغلي على طول. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. رجي الحله بتاعتك عشان الشوربه تطول المحشي اللي تحت كده. خلاص انا مش هزود تاني الكرنب، هسيبه بقى ان هو يغلي. هنزود بقى ورق العنب، ممكن تحطي دبس رمان، شويه دبس رمان في الشوربه وانت بتزوديه، وممكن الليمون زي ما انا حاطه كده شرايح برده هتعمل لك مزازه عاليه برده. تمام كده. هنزود بقى ورق العنب، طبعا اسفه على صوت العيال اهو. برضو هتمليها واول صفه من فوق برضو مش هيكون طايلها شرب كده اهو. زودت المحشي بتاعي وبرضو رجيته كويس عشان الشوربه تنزل لتحت اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الخلقه كانت هتولع. وده الكرنب بتاعه اهوت، ودي الفراخ بتاعتي. بصوا عاملاها بدبس رمان. بصوا ده شكل الفراخ بتاعتي اهي. برضو هقلبها عشان تاخد كل الوش، الفرخه كلها تاخد الوش ده. تمام كده. يلا بقى استنوا احنا بنحط الاكل بتاعنا. ده شكل الفطار بتاعنا اهوت، محشي الورق العنب والفراخ بتاعتنا بدبس الرمان ومحشي الكرنب. بصوا وده مخلي الليمون انا كنت معصفره معاكم، وده العصير والميه بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا خفيف على قلوبكم. اتمنى تشوفوا الفيديو وتحطوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم فيديوهات كتير على خير ومع السلامه.